الرحمن الرحيم. هنعمل مع بعض النهارده كشري الحله الواحده بطريقه سهله خالص ونفس الطعم بتاع المحلات وكمان اسرع. انا هقول بسم الله على طول في الوصفه. عندي هنا بصل، طبعا كميه تقديريه زي ما انت عايزه، مقطعاه كده بالمبشره دوريلات رفيعه. هحط معلقه نشا وكمان معلقه دقيق وهقلبهم مع بعض عشان يتعفروا، وفي الاثناء دي هكون حاطه زيت سخن على النار. الزيت عندي قدح. انا ابتديت بخطوه البصل عشان انا عايزه النكهه بتاعه الزيت هي اللي هستخدمها في كل الخطوات بتاعه الكشري. هنزله كده على بال ما يتحمر نجهز الخطوات اللي بعدها. لصلصه الكشري انا خدت معلقتين زيت من البصل اللي انا حمرتهم ولسه بيتحمر عامه، وفي فصين مستكه. هنزل بمعلقه ثوم مفرومه كبيره، اسيبها بس تاخد عندي لون. البصل عندي اتحمر، هطلعه دلوقتي على المصفى. عندما التومه تبتدي تاخد لون هنزل كده بشويه كزبره، انا عايزاها تبقى زي التقليه بتاعه الملوخيه. التومه خدت عندي لون، هنزل بمعلقه كبيره خل، عليهم عصير الطماطم، ضربه فيها قرن فلفل حامي حراق احمر عشان يديني لون ويعزز اللون عندي، وكمان حاطه معلقه هريسه اللي انا عملتها معاكم قبل كده. المنكهات اللي عندي ملح حسب الرغبه وسكر ورق لورا وكمون فلفل اسود كزبره وكمان رشه جوز الطيب ورشه قرنفل اللي هو المسمار. هسيبهم بقى يغلوا مع بعض واوطي عليهم النار لحد ما الصلصه تتسبك. نعمل خطوه الدقه. عندي هنا نص معلقه زيت اللي انا قليت فيه البصل، هنزل كده بمعلقه ثوم مفرومه كبيره. متقلقوش خالص، انا مش عايزه الثوم ياخد عندي لون نهائي، انا عايزه بس ريحته هي اللي تطلع. الثوم عندي دبل، هنزل بمعلقتين كبار خل وزيهم ليمون، عصير ليمون، وحوالي نص كوبايه ميه دافيه، والمنكهات ملح حسب الرغبه وكمون وكزبره وفلفل اسود وكمان شطه. هسيبهم ياخدوا غلوه واحده وهطفي عليهم النار. كده الدقه عندي جاهزه. اهم خطوه بقى خطوه الكشري. عندي هنا برضو معلقتين زيت كبار من اللي انا قليت فيهم البصل، فيهم فصين مستكه. هنزل كده بالشعريه اول حاجه تاخد معايا لون ذهبي. الشعريه خدت عندي لون ذهبي، هنزل بالمكرونه بتاعه الكشري اللي هي صغيره، تاخد بس تقليبه واحده. بعد كده كنت نقع عندي العدس في ميه سخنه لمده ساعه عشان العدس طبعا سواه غير المكرونه والرز. هديهم برضو كده تشويحه مع بعض. الرز المصري المغسول متصفي كويس من الميه، برضو اقلبهم كده ياخدوا تشويحه مع بعض. واخر مكون عندي شويه مكرونه اسباجيتي كده قصاهم، هقلبهم برضو. المنكهات واحده، كمون وكزبره وفلفل اسود والملح عندي حسب الرغبه. نبتدي بقى ننزل بالميه السخنه اللي بتغلي بمقدار عقله صباع عن علو الرز والمكرونه. الصلصه عندي اتسبكت، هطفي عليها النار. هسيب الرز والمكرونه والعدس ياخدوا عندي غلوه واحده، وبعد كده اهدي عليهم النار لحد ما يتشرب وكل حاجه تستوي. بعد كده بقى هغرفه لكم في طبق نهائي. ده شكله نهائي بعد ما غرفته. عايزه اقول لكم طعمه وريحته بجد تحفه، كانكم قاعدين في محل كشري. اتمنى ان انتوا تجربوه. يا ريت تسيبوا لي كومنت رايكم فيه ايه. ما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. لو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله هنزل لكم وصفات تانية جديده.